أرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم طلاب الصف السنة الإعدادية. هنحل النهاردة بقية حل 80 مربع الكامل كتاب الأضواء 2025 الترم التاني. يلا نبدأ. اللهم السلام ونرد لي حاجة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبينكم هنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. أما بعد، أفضل الصلاة والسلام. صلي على النبي ونعمل لايك نشترك في القناة. أمين رب العالمين. يلا نبدأ. بسم الله. حل كل ما 16 س أس 2 ناقص 40 س زائد 25 مربع كامل. ناخد الجزء الأول 4 س، الجزء الثالث 5 كل تربيع. هنا شرط الأوسط سالبة فهنا سالبة. نحسب عليه 50 س أس 2 ناقص 20 س زائد 2. نسأل سؤالين: هل مسألة مرتبة؟ أيوه مرتب. س أس 2 الأول، بعد كده السين، بعد كده الحد المطلق. هل في عامل؟ أيوه في عامل اللي هو الاتنين، ناخد الاتنين عامل. نقسم 50 على الاتنين 25، 22 على الاتنين فعل 10، 2 على الاتنين فعل 1. نكتب يلا جذر 25 س 5 س، جذر الاتنين، جذر الواحد أقصد 1. كل تربيع شرط الأوسط سالبة. 121 س أس 2 زائد 22 س زائد 1. هل المسألة مرتبة؟ أيوة. هل في عامل؟ لا. ناخد الجزء الأول 11 س، الجزء التاني 1، التالت 1، الجزء الواحد 1. يلا وشرط الأوسط موجبة. 4 س أس 2 ناقص 20 س صاد زائد 25 س تربيع. هل المسألة مرتبة؟ أيوة مرتبة. هل في عامل؟ لا مفيش. برضه نكتب الجزء الأول 2 س، الجزء التاني 5 صاد، شرط الأوسط سالبة كله أس 2. 100 س أس 2 زائد 180 س زائد 81. هل في عامل مشترك؟ لا. هل المسألة مرتبة؟ أيوة. برضه نكتب الجزء الأول 10 س، الجزء التالت 9 أس 2، شرط الأوسط موجبة. يلا نسأل: هل المسألة مرتبة؟ لا. هل في عامل؟ لا. تمام مرتبة. طيب 25 ألف أس 4 ناقص 10 ألف أس 2 زائد 1. يلا ناخد الجزء الأول 5 ألف أس 2، الجزء التالت 1، شرط الأوسط اللي هي دي سالبة كل أس 2. نكتبها هنا 5 ألف سالبة 1 كل أس 2. 5 ألف أس 2 1 على 16 ألف أس 2 زائد 1 على 10 ألف زائد 1 على 25. المسألة مرتبة. أيوة. هل في عامل؟ لا. يعني هنعمل كده الجزء الأول 1 على 4 ألف، شرط الأوسط موجبة 1 على 5 كل أس 2. 9 ألف أس 2 زائد 4 ب، قسم مجموع 4 ب ناقص 6 ألف. تمام. 4 في الأول 4 في التاني. تمام. يعني هيطلع معانا نبقى نضربه 16 ب أس 2 4 ب سالب 6 بسالب 24 ألف ب زائد، يعني مثلا 9 ألف أس 2 ناقص 24 ألف ب زائد 16 ب أس 2. ناخد الجزء الأول 3 ألف، الجزء التاني 4 ب، شرط كل أس 2، شرط الأوسط سالبة. 25 س أس 2 زائد 7 صاد، نفس فكرة الأولى. نطلعها دي فوق 7 صاد نضرب بيها في المختلف الأول، هيطلع معاك 25 س أس 2 7 صاد في سالب 10 س بسالب 70 س صاد. 7 صاد في 7 صاد موجب 49 صاد أس 2. الجزء الأول 5 س، الجزء التالت 7 صاد
شلت الأوسط سالبة. ماشي، 1/36 أس 2 ناقص 1/6 زائد 25 5/20 تمام. يوزي الأول مسألة مرتبة ومفيش عامل. يوزي الأول 1/6 س زائد التالت 25/100 25/100 يوزنها بيساوي 5/10 يعني بيساوي 1/5 فعل 1/5 فعل 2 على نص. يعني هيطلع معاك في الآخر بنص كل أس 2 تمام. وشرط النص سالبة. 2 س أس 3 ناقص 20 س 2 زائد 50 س. المسألة مرتبة أيوة. هل في عامل؟ أيوة هو 2 س. 2 س لما تقسمه على 2 س أس 3 هيطلع معاك بس أس 2. ماشي، جاز الس أس 2 س. وده لما تقسمه سالب 20 س أس 2 على 2 س سالب 10 س و17 س و50 س على 2 س 25 بس. جاز التالت ب5 جاز 25 كل أس 2. شرط الأوسط سالبة 2 س قسم مجموعة س ناقص 5 كل تربيع بين ألف أس 2 ب ناقص 50 ألف أس 4 ناقص 8 ب أس 2. مسألة مرتبة؟ لا. هل في عامل؟ أيوة في عامل، آسف. تمام، بنرتب مثلا 50 ألف أس 4 سالب 50 ألف أس 4 زائد الحد الأوسط ألف أس 2 ب ناقص 8 ب أس 2. الحد العامل المشترك اللي هو -2 سالب 50 على -2 25 ألف أس 4 يزرع 5 ألف أس 2 سالب 8 على -2 4 ب أس 2 يزرع 2 ب وموجب على سالب بسالب كل أس 2. وجدكم الكاف لو مثلا بعد وجدكم الكاف اللي تجعل كلام المقدير الأداء مربعا كامل ثم حل. بيقول لك مربع كامل. حد الأوسط بيساوي جذر الحد الأول اللي هو س جذر الحد التالت اللي هو 1 وموجب أو سالب 2. أنا بسميها دي موسى تمام، يعني موسى 2 لما موجب أو سالب 2 س. وعايز الكاف، والكاف هتساوي موسى 2. أنا بسميها موسى تمام، متخدعش بالسالب. 16 س أس 2 ناقص كاف س زائد 25 تاني. الحد الأوسط يساوي جذر الحد الأول 4 س في جذر الحد التالت 5 وموسى 2 هيساوي 4 س في 5 ب20 س يبقى سالب 2 موسى 40 س 40 س. نحط السين ده مع السين ده يعني هتساوي موسى 40 كاف صاد أس 2 زائد ناقص 6 صاد زائد 9. الحد الأول بقى ما كف الحد الأول بيساوي الحد الأوسط أس 2 يعني جاز تربيع سالب 6 صاد 36 صاد أس 2 على 4 في الحد التالت 9 في 4 ب36 هتساوي 36. وده صاد أس 2 صاد أس 2 مع صاد أس 2 هطلع معاك ب1 تمام. ألف الحد التالت هنا كيف الحد التالت بيساوي تربيع الحد الأوسط اللي هو 196 ألف أس 2 على 4 ألف أس 2 196 على 4 ف49 تمام. هو كيف
بتساوي 49، فإن كاف تربيع بتساوي 49، فإن كاف بتساوي موجب والمجاز 49 عموسة 7. 36 س أس 2 زائد 60 س زائد كاف أس 2. الحد التالت تمام بيساوي تربيع الحد في النص الأوسط. أنا بقول إيه؟ تربيع الحد الأوسط 3600 س أس 2 على 4 في الحد التالت، 4 في الحد الأول 144 س أس 2 هيساوي 3600 على 144 هيطلع معاك موجب 25. تمام دي كاف أس 2، فإن كاف موجب أو سالب 5. الحد الأول كيف ألف الحد الأول بيساوي تربيع الحد اللي في النص تربيع 22 484 ألف أس 2 على 4 في الحد التالت 448 هيساوي ألف أس 2. طيب ألف أس 2 مع ألف أس 2 يطلع معاك بواحد. المسألة اللي بعدها إذا كان س زائد واحد على س يساوي 5، س لا يساوي 0، وجد كم س أس 2 زائد واحد على س أس 2. تمام. صلوا على النبي أفضل الصلاة والسلام. احنا ربعنا دي يطلع معاك ربع دي س أس 2 على س أس 2 دايما موجب 2 في الأول في التاني يطلع معاك س على واحد في واحد على س معاك واحد في 2 ب2 موجبة شلت الأوسط دول كلهم يساوي تربيع 25. انت وديت الاتنين الناحية التانية يطلع معاك س أس 2 زائد واحد على س أس 2 يساوي 25 ناقص 2 23. يعني دول 23. ممكن ترجع تاني الفيديو وتفهمها، يعني مسألة حلوة مش صعبة. تمام. مسألة حلوة. المسألة اللي بعدها بقى مساحته س أس 2 زائد 18 س زائد كاف. تمام. تنظر عدد النسبة وجد قيمة كاف تنظر مربع بداية س ومحيط المربع عندما س بتساوي 5. تمام. بقى مساحته تنظر علام مثلا نفرض مثلا دول علام مربع مساحته كذا. مساحة المربع كامل، أقصد يعني لما أنت تعمل مدى لام أس 2 اللي هو طول الضلع في نفسه بيساوي مساحة المربع. تمام. مربع كامل فمعناه إن س أس 2 زائد 18 س زائد كاف. بعدين نجيب عن طريق مربع الكامل نجيب الحد التالت اللي هو الكاف. آسف التالت اللي هو الكاف هيساوي تربيع الحد الأوسط على 4 في الحد الأول 18 أس 2 324 س أس 2 على 4 س هيطلع معاك 81 كاب 81. تمام. طول ضلع مربع من س طول الضلع اللي هو لام هيساوي حل مربع كامل عادي حل الأول س وحل 81 9 خط الأوسط موجب أس 2. ده تحليل طول الضلع. لا ده تحليل أنا آسف كده تحليل طول الضلع. أما لو مساحته لو ربعته برا مساحته مربع عندما س بتساوي 5 س زائد 9 13 سنتيمتر. السنة بعدين استخدم التحليل اللي جت كمان كل مهمات. بص دول ممكن تعملهم بلا حسب عادي مفيش أي مشاكل. عايزين أعمل لكم فيديو عليه ماشي اكتبولي في الكومنت تحت. تمام. يلا.
نشوف لو في مسائل تاني أو أي حاجة. تمام، دول خدهم واجب، خدهم واجب. ممكن على بعضهم يكتبولي في الكومنت. جزاكم الله خير، السلام عليكم. أرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الأشعارات ليصلكم كل جديد.